إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل معروف ونهانا عن كل منكر، وأرشدنا إلى كل خير، وحذرنا من كل شر. فمن الأمل فيه صلاحنا وخير لنا في الدنيا والآخرة إلا حثنا عليه وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، ولا من شر وفساد ومنكر إلا حرمه ونهانا عنه وحذرنا منه. فعن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فما كان فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا بكى، عينه من عينه وجهله من جهله. ما كانش حاجة ما قدرش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عرفه واللي جهل. وعن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبر ملك بدر الخير إلى أن دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. أي حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا سبحانه آدم وما مر بهذه الدنيا من مراحل وإحساس دهور وأزمان إلى قيام الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ما ترك شيئا إلا وأخبر به وذكره صلى الله عليه وسلم بالحرص على هذه الأمة وحبه لها. فقد خلى النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ودعاءه يوم القيامة لهذه الأمة. ولما كان أمر الصالح شديدا ووقتها قريبا ليس بعيدا، أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمارتها، عن علاماتها، عن أشراطها، ذكر لنا أولها وآخرها، وحذرنا من شرها وأكثرها وأعظمها فتنة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. فتنة الدجال الأعظم الذي لا يدعو بلدة ولا قرية ولا بلد إلا سهل. فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات قبلها. فذكر الدخان والدجال والدابة
التي تخدع الناس يوم القيامة على الإلهية مؤمن أو كافر. وبدأ يموتون عيسى بن مريم ويأجوج ويأجوج وطلوع الشمس من المشرق وذكر ثلاثة خصوم أي ثلاثة خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. هذه 10 آيات وهي آيات كبرى. إذا ظهرت الأولى جاءت الأخرى متجاريات مترافقات ليس بينها زمن طويل. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد، إذا تقطع حبله سقطت سائر الحبات المتتاليات المتسارعات. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن فتنة الأعور الدجال أعظم فتنة وأعظم شيء ويخطر على أهل التوحيد والإيمان والصلاح والاستقامة فضلا عن أهل الجهل والفسوق والفجور وأهل العصيان. فقد جاء في صحيح مسلم وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال الأعور، أي منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ليس ثمة أمر خطير ولا شر عظيم مثل شر المسيح الدجال. وأيضا جاءت عليه الجامع وصحيح الترغيب والترهيب وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة فقال يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة منذ ذرأ الله بني آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة المسيح الدجال. ومما يدل على قبح وأنه أمر عظيم وخطير على أهل الأرض عامة أنه ما من نبي إلا وحذر قومه من فتنة المسيح الدجال. فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا حذر قومه الأعور الدجال، يعني ما كانش نبي بعث رب سبحانه إلا وحذر قومه من المسيح الدجال. ما بعث أو نزل الله نبيا إلا حذر قومه الأعور الدجال، ولقد أنزله نوح قومه فنوح عليه السلام أنزل قومه من المسيح الدجال وإني أنذركم وإنه خارج فيكم لا محالة فإن كنت بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم وإن خرج ذاتي فكل مسلم حجيج نفسه والله الخليفة على كل مسلم. فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يخرج بهذه الأمة. وإن خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم حجيج كل مسلم. قال وإن خرج بعدي فكل مسلم حجيج نفسه من الأسلام ولذلك من فسلبنا ولنا ليس على الجنود ولا الضمار بل أنت حجيج نفسك. هذا يفهم من الحديث. فكل مسلم حجيج نفسه. بماذا؟ بقوة إيمانه وصحة توحيده وعقيدته وقربه من ربه جل وعلا وثباته على الدين والطاعات وبعده عن المنكرات والفجور والفسوق والعصيان. والله خليفة على كل مسلم المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. ذلك أن الأمر الدجال معه من الخوارج معه من الجهل معه من
كان إيمانه، مهما كان توحيده. ولذلك مما حسن وأرشدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر من المسيح الدجال. فلا ينبغي لمسلم ولا مؤمن أن يفر بإيمانه ولا بعقيدته، وإنما الواجب أن تفر منه خشية أن يفتنك فتخسر الآخرة وتكون من الكافرين. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يتعرض له الرجل بنفسه ويقول أنه يكبر فيخرج إليه فيفتنه عن دينه فيتبعه. كيف لا ومعه من الخوارق من السحر والجن والشيطان ما يسحر الأبصار وما يذهب العقول، يهدر الدنيا أو يهدر السماء فتمطر ماء عبدا زلالا، ويهدر أثر الدنيا فتخرج حربها وضيعها حبا وعنبا وربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. هذه خوارق ترى بأم عينيه لا يثبت إلا من ثبته الله، والمنصور من عصمه الله جل وعلا. جاء في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال ومعه ماء ونار، فناره ماء بارد عذب وماءه نار تأجج، فهو يفتن الناس، معه نار وماء. فأما النار فهو نار الحقيقة، وأما النار فإنما هي نار بارد عذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان ولم بد فقع رأسك وقع في النار فإنها جنة. وفي حديث آخر أيضا في الصحاح قال صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. يعني النبي قال: أنا نعرف وش عند الدجال وعاوز خير من اللي يعرفه وش عنده. وذلك من علم الله تعالى الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أعلم بما عند الدجال من الدجال، معه نهران يجريان، نهر أبيض هو نار تأجج، ونار هي ماء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ورواية أخرى: ومعه جبال الخبز واللحم والدبيب. كيف؟ الله أعلم. هي خوارق وعادات مع الأرض الدجال يسلم بها الناس، جبال الخبز جبال اللحم والله أعلم فيه. بل أخطر من ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما هو مثل الجنة والنار. تصور إذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا فهو أقرب إلى الحقيقة. ومعه مثل الجنة والنار، فصار في جنته كما جاء في الحديث: ومعه جنة ونار. فصار في الجنة القصور وترى والقصور وترى القلوب، وترى فيه لا تلد الأعين وتشتهي الأنفس. قل بربك من يثبت إلا ما ثبته الله. وهذا شيء عظيم. وقد جاء أيضا فيما صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى من كتب السنة أنه يأتي بالأعراب فيقول له: أرأيت لو بعثت والديك أتؤمن بي؟ فيقول: نعم. شكون ما يحبش يعاود يجري باباه لما. أرأيت إن بعثت أمك وأباه أتؤمن بالآية؟ قال: فيتمثل له الشيطانان في صورة والده وأمه فيقول: يا بني اتبعه إنه ربك. فتنة عظيمة، شر مستطير
شر عظيم بلاء وامتحان ليس بعده بلاء. ليس معك نبي أو رسول قال صلى الله عليه وسلم لو ظهر بين وكنت بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، ولكن عندما يخرج الدجال كل مسلم حجيج نفسه. وجاء أيضا أنه يمر بالخربة فيقول أخرج كنوزك، قال فتخرج كنوزها تخرج السماء المنتهى والفضة والغراء والكنوز التي كانت مكتوبة الحرام منذ زمان فتتبعه كعتيب اللحم. تروح مراكب تشوفوا الصلاة على اللحم وهي ذهب وفضة وأموال. فتنة عظيمة لا يدخل إزاء عشان تتبعه الله، لا يسقطون أمامها إلا المخلصين. قال الإنسان لا يتمنى ولا يدعي إلا عبادك منهم المخلصين. يمر بكل البلاد، يمر بكل القرى، لا يدعى مدينة ولا بلد ولا قرية إلا دخلها، وذلك في 40 يوما. 40 يوم فقط يمر العالم كله. قال الصحابة فما نبصره كم يبقى على الأرض، ما هي المدة فتنة كم نبصره؟ قال 40 يوما، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا والثالث أيامه كأيامه. يعني 40 يوم، نهار كأنه عام، ونهار كأنه شهر، ونهار كأنه أسبوع، يقعدون 37 يوم كباقي الأيام كيف. فيسكن فيها الناس، لا يدخلوا إلا مكة والمدينة والمسجد الأقصى، يجدوا عليها ملائكة تحملها وتصدهم بالسيوف فلا يمكن أن يدخلها، فيسكن جميع الناس ويسكن العالم، ويكون أكثر أتباعه من اليهود وأكثر أتباعه من النساء. أكثر من يتبع المسيح الدجال هم النساء. نشاهد في واقعنا اليوم كيف تستسلم المرأة بظهر الماء، وكيف تسلمها السيارة الضخمة، وكيف تستدعي بالممثلين والمغنين والمشاهير بالله في الكرة ونحوهم. فما ظنكم وما بالكم بمن تستدعوا كنوز المرء. جاء في صحيح الجامع من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الاعور الدجال خلة بين الشام والعراق فيصير 70,000 من يهود اصفهان. 70,000 يهودي من يهود إصفهان، وفي رواية إصفهان وفي رواية خراسان، وكلها مدن تقع الآن في إيران. أي يهود إيران هم الذين يتبعون المسيح الدجال، وهم جنده ومن يحملون معه السلاح، وهم المقربون إليه. يتبعون 70,000 من يهود إصفهان عليهم الطيارة، وفي رواية عليهم السجان، وفي رواية عليهم السجان. الطيارة لباس عريض يوضع على الكتف عليه خطوط كأسيدة الفراعنة يحيط بجميع البدن. هذا اللباس يشبه كما البرنوس عندنا، يتحط على الكتاف وينزل على الجسد، يلبسه كبراءهم وعظماؤهم. وفي حديث آخر أيضا قال يخرج الدجال فيتبعه أقوام كأن وجوههم مجال مضرمة. وجاء في تفسير ذلك وهم سكان قارة آسيا صغار الأعين، قال ومنهم التافار والأسرار أيضا. وفي حديث آخر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال أكثر من يدعو الدجال اليهود والنساء.
وفي ختام الخطبة الأولى معنى حديثان يبين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر من يتبعن مسيح الدجال لغلبة العاطفة عندهن على العقل ولغلبة الشهوة والرغبات والنزوات على العقيدة والإيمان والدين ولبعد النساء عن طلب العلم ووقوعنا في الجهل والرضا به. فقد جاء أيضا في صحاح الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الدجال في الصخرة، وكانوا في المدينة، ينزل الدجال في الصخرة فترجف الأرض 3 وجبات، يعني بتنزل الأرض 6 مرات. والحكمة حتى يفر المنافقون والمكذبون والصدق من الذين فيخرجون إلى الدجال فيقعون في فتنته. قال فترجف الأرض 3 وجبات فيخرج من المنافقون وأكثرهم النساء. إذن أكثر من يتبع الدجال هم النساء. وفي حديث آخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الرجال في ذلك الزمان يحكم المرأة تعود البضعة الثانية فقط، يحكم بنته وخالته وعمته يضربوا مش ما يخرجوش. جاء في الحديث الصحيح ومن أراد الاطلاع فما عليه إلا أن يرجع إلى كتب الشيخ رحمه الله تعالى الألباني فهي منصوصة الصحيحة وصحيح الجامع وغيره. قال ينزل الدجال في الصخرة بمر قناة هكذا مذكور. قال فتخرج إليه النساء حتى يرجع الرجل إلى حبيبه وبنته ووقته وعمته فيشدها وفاقا مخافة أن تخرج إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فتنة عظيمة فرض لا يثبت أمامه إلا من ثبته الله إلا المخلصون. فتنة عظيمة لا يجد منه إلا القلة القليلة من عباد الله المخلصين. ما السبيل إلى النجاة؟ ما العصمة من فتنة الأمر الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته ويحرص على أن يقدم لها الخير والإرشاد والنصح ويبين لها الإمارة النور في الظلمات ويفتح لها أبواب الخير حينما توصل الأبواب وتعصف الرياح والفتن والظلمات. منها فتنة المسيح الدجال. أولا مما يحكم من هذه الفتنة الاعتصام بالكتاب والسنة. دعنا من فكر الفلاسفة، دعنا المستقبلين المفكرين ممن وضعوا للناس القوانين والأنظمة والسياسات ونحو ذلك. هذا لا ينفع. الاعتصام بالكتاب والسنة، الثبات على الدين والاستقامة والالتزام، محافظة على الطاعات والفروض والواجبات، البعد عن الشبهات والكفر والفسوق والفجور والعصيان. فهذا الذي يفلح. ثانيا الاكثار من قراءة القرآن كتاب الله والحبل الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. الإقبال على كلام الله جل وعلا قراءة وتلاوة وتدبرا عموما، وقراءة سورة الكهف خصوصا لما فيها من الفضل. فقد جاء
كما هو في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كل يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أي كان بين الجمعتين في نور من الله على الصراط المستقيم في حفظ منه سبحانه وتعالى. قال: ومن قرأ خواتيم سورة الكهف إذا خرج الدجال لم يصبر عليه. أواخر سورة الكهف تعصمك من الدجال، ولذلك قيل: من وقع في زمن الدجال وخرج إليه فليقرأ عليه أواخر سورة الكهف. وفي رواية: من قرأ فواتح سورة الكهف. إذن في رواية الآيات الأولى من سورة الكهف، وفي رواية آخر آيات سورة الكهف. قال: ومن قرأ عليه فواتح سورة الكهف كان جواره أو جواره من فتنته، فهي التي تعصمك من المسيح الدجال. أيضا مما يعصمك من المسيح الدجال التعوذ منه. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من 4: من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. كان لا يدعه أبدا. التعوذ من المسيح الدجال في كل الأحيان وسائر الأوقات، بل سيما في الصلوات عند الفراغ من التشهد الأخير. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، أو ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، فإن ذلك ينفع إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه كلمة مما تنفع عند خروج المسيح الدجال. ومنها أيضا أن تفر ولا تطلب ملاقاة المسيح الدجال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عند جهاد الخطر وأعداء الله لا تطلب ولا يتمنى ملاقاة العدو، ولكن إذا لقيته فاثبت. كذلك المسيح الدجال كما جاء في الحديث الذي مر: وإن الرجل لا يخرج للمسيح الدجال، الرجل المؤمن يظن أنه يكبر فيفتنه فيتبعه. ولذلك من الحلول ومما نصح به العلماء الفرار إلى الجبال والشعاب والبوادي. وأخيرا إذا خرجت ولم تجد ملجأ ولا مقرا وقعت بين يدي المسيح الدجال ماذا تفعل؟ قال العلماء: أن تلصق في وجهه، تلصق في وجهه، أن تلصق في وجهه وتقول له: أنت الأعور الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، ثم تقع في الذي تراه النار فإنه ماء بارد عذب وجنة. هكذا نصح العلماء. لا تخف منه، ولكن اغزق وادخل في وجهه وقل له: أنت الأعور الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تذكره بالنبي وتذكره بذلك الشاب أعظم الشهداء عند الله الذي يخرج إليه من مكة، فيقول له: أنا ربك، فيقول له: أنت الدجال الأعور الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف ويشوه إلى نصفين، يعني يضربه بالسيف يشق على اثنين يموت، فيمر بين السيف ثم يقول له: قم، فيقوم ويستوي كما كان حيا، فيقول له: أدركت الآن أني ربك؟
فيقول له بل ازددت يقين وإيمانا أنك أنت الدجال الأعور، فيطلبه ليقتله فلن يمكنه الله منه. يقول يجي المرأة بشكلهم يختلف. وجاء في بعض الآثار والأخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يجعل نحاطا على رقبته فيحاول الدجال أن يفتحه فلا يستطيع، ثم يأخذه فيلقيه في النار فإذا هي الجنة. قال النبي ذلك أفضل الناس وخير الشهداء عند الله. وفي الأخير الله تبارك وتعالى أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفع أبناءنا وأزواجنا وطالب المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا يا ارحم الراحمين وثبتنا على الايمان واهدنا للصراط المستقيم وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واغفر لمن كان قبلنا يا رب العالمين ولمن كان سببا في هدايتنا وتهديدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين وزدهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لمن صلى معنا ولمن ساهم في مسجدنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واغفر الكفره والمشركين واعداء الدين ووفق ولاة امورنا لما تحب وترضاه ولصالح البلاد والعباد انك سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.